السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في قناتكم المفضلة، قناة يوميات مربي ضياء القلاوي. زي ما وعدتكم دايما إن شاء الله في كل حلقة جديدة نقدم لكم معلومة جديدة عشان تساعدكم في التربية. والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن الاستسقاء. أولا يا جماعة، الاستسقاء دي هي مش مرض قائم بنفسه، هي مش مرض، يعني هي ظاهرة بتحصل معاك في الفراخ نتيجة أسباب كتير قوي، هنسرد منها بعض الحاجات النهاردة. أولا هي بتحصل بسبب نتيجة أخطاء الإدارة في التهوية، في النظافة، في العنبر، في العلاج، في بالسموم العلفية. احنا نشرح الحاجات دي كده واحدة واحدة مع بعضها. أولا أول سبب ليها هو جماعة نقص نسبة الأكسجين في الجو عندك، أو في المزرعة، أو في الغرفة اللي بتربي فيها، أو في المكان ده، بسبب إنك بتقفل قوي على فراخك. فديت بتعمل معاك المشكلة. ممكن الدفايات يا جماعة، والدفايات الغاز والجاز والحاجات دي والسولار بتحرق الأكسجين في الجو. كمان بيحصل انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون، فده بيسبب مشكلة كبيرة قوي لو ما هوتش كويس. نشرح الموضوع ده علميا كده ببساطة يا جماعة. لما بتقل نسبة الأكسجين في الجو والتربية عن 15% من إجمالي حجم الهواء، نسبة الأكسجين انتوا عارفين طبعا إن هي طبعا في الجو إيه 20%، فبيبدأ يحصل استريس وكاد لعضلة القلب بسبب إنها بتشتغل بسرعة عشان تمتص أكسجين كتير أو نسبة الأكسجين اللي الجسم محتاجها، والضخها في إيه في الأكياس الهوائية بمعدلات سريعة لمواجهة النقص. والإجهاد ده طبعا بيؤدي لتضخم الشرايين وتضخم عضلة القلب، وانفجار في الشعيرات الدموية اللي في التجويف البطني، وبتخرج بلازمة دم اللي لونها أصفر، اللي هي المية الصفراء اللي انت بتلاقيها في بطن الفراخ. لما بتلاقي بطن الفراخ كبيرة وبتفتح كده تقول الفراخ معبية مية كتير، ده على طول تعرف ان عندك مشكلة في التنفس في الفراخ. مشكلة في التنفس يعني ايه؟ يعني عندي مشكلة في الاكسجين في العنبر. عندك مشكلة في الاكسجين في العنبر، يبقى انت محتاج تهوية كتير، او ان انت عندك الفرشة مش نظيفة، عندك التدفئة نفسها عالية، الحرارة عالية. ده كله الدفايات كتير زيادة عن اللزوم مش مظبطة، فبتحرق الأكسجين معاك في العنبر. بيحصل بقى ما انتش مهوي كويس، بتحصل تراكمات لغاز ثاني أكسيد الكربون، بتحصل المشاكل دي كلها، ريحة الأمونيا، ريحة النشاد، الحاجات دي كلها بتأثر على الأكسجين، بتقلل نسبة الأكسجين، بالتالي بيحصل مشكلة الاستسقاء اللي قلنا عليها، اللي هي بتخرج من الدم بسبب القصة بتاعت القلب ده كله، اللي هي آه، متلازمة الدم، اللي هي المية الصفراء اللي انت بتشوفها على الكلى. كمان يا جماعة في حاجات تانية أوي، يعني مثلا زي تليف الكبد نتيجة السموم الفطرية أو الكوليستيريديا أو الأوكولاي. الحاجات ديت يعني بتبدأ تعمل استسقاء. طبعا عندك بقى الإصابة بمشاكل تنفسية زي الميكوبلازم مثلا. و دي بتسبب استسقاء بعدها على طول. بعد ما بتعالجها لازم تلاقي حالات استسقاء. الفيروسات عموما زي الاي بي ده اكتر حاجة بيسيب لك وراه استسقاء. ممكن الجمبور يسيب وراه استسقاء. الحاجات دي يا جماعة. آه، عندك بقى يا جماعة الميكوبلازما، برودة الكتاكيت عند في التحضير يا جماعة. لو كتاكيتك بتسقح في التحضير بتعمل الحاجات دي. الاستسقاء عموما يعني ممكن تظهر معاك في الأعمار الصغيرة، ممكن تظهر معاك في العمر الكبير، ملهاش عمر محدد خالص. آه، كمان عندك زيادة أملاح الصوديوم يا جماعة في المية. لو النسبة بتاعتها عالية دي بتسبب أو أعلى من النسب المسموح بيها، بتسبب موضوع الاستسقاء ده. الفشل الكلوي نتيجة السموم أو الأي بي أو الجفاف. الحاجات ديت سموم بسبب بقى سموم علفية، سموم بسبب المضادات الحيوية، بسبب آسف في اللفظ عكك في الشغل. الحاجات ديت بتسبب السموم. كمان اهم حاجة بقى التعامل معاها، انك لازم تزود نسبة الاكسجين في العنبر، ودي هتزودها عن طريق انك بتزود التهوية، بتقلل الحرارة. كمان الفرشة بتاعتك لازم تكون محافظ عليها، ما يكونش عندك الأتربة والغازات اللي بتحصل من الفرشة، العفار الكتير في العنبر، الفرك الكتير. ما ينفعش تقعد تقلب في عنبرك كتير. شيل الفرشة وحط الفرشة والكلام ده، وده بيسبب إجهاد، وبيسبب بيطلع كمان، بيزود ريحة الأمونيا ساعة ما تيجي تشيل الفرشة.
يعني الحاجات دي كلها، ازدحام المكان، لازم المكان اللي فيه الفراخ يبقى واسع. ما تحطليش عدد كبير من الفراخ، 15 فرخة و20 فرخة في حتة متر، او تهوية فيها قليلة، او التهوية عالية خالص مرتفعة، فالاكسجين على ما بيوصل تحت بيكون اتحرق. حاجات كتير قوي يعني لازم تظبطها، علشان كمان بقى تدخل في العلاجات. اول ما تشوف عندك حالات من الاستسا ما تقولش هو فرخ واحد وخلاص، لان ده بيبقى زي ما بنقوله كده اول الغيث قطرة. دي حاجات بتبقى زي جهاز الانذار، او جرس انذار، علشان يديك تنبيه ان في حاجة عندك غلط، لازم تشتغل عليها صح عشان المشكلة ما تكترش معاك. اهم حاجة العلاجات المستخدمة يا جماعة: تنزل منشط كبد محترم، مضادات السموم، تشتغل بمضاد سموم كويس، غسيل الكلى، حاجات اللي هي مضرة للبول. العسل الاسود جميل جدا في موضوع الاستسقاء، فيتامين كاف 3. لازم تشتغل على حاجات مضرة للبول. بالنسبة للأعشاب، عندك البقدونس المغلي، بقدونس أخضر ممكن تخرطه وتحطه على العلف، أو تفرمه وتحطه على العلف، وممكن تحطه في المية، تغليه وتحطه في المية. الحاجات ديت أكتر حاجة هتقضي لك على موضوع الاستسقاء خالص لو ظهر عندك أي حاجة لا قدر الله. كمان هي ما بتظهرش فجأة، يعني إن انت فجأة كده في يوم وليلة تلاقي الفرخ بطنه كبيرة ومليانة ميه. لا، هي بتبدأ بسيطة. لو حتى في الأول مش حتى الفرخ اللي عندك هيخاف. انما لو ظهر عندك الاستسا والفرخ خلاص وبطنه عبط ميه كتير، وحسيت ان بطنه هتنفجر والكلام ده، للاسف الفرخ ده تاخده تعزله، ولازم تنزل علاج عشان ما يحصلش حالات تانية. انما الفرخ ده نفسه مش هيبقى عنده ملهوش علاج نفسه، يعني هو خلاص كده ضرب خلاص وما عادش هينفع، لانه حصل عنده فشل كلوي، حصل عنده فشل في الكبد، كمان القلب خلاص ما عادش هيصلح. فالفرخ ده تلاقيه حتى نفسه قليل، مش قادر ياخد النفس، بيبقى فيه صرخة او صوت الصرخة زي ما بنقول. وناس كتير قوي بتحط انه فيروس اي بي، وناس تقول له عليها ميكوبلازما. لا، هي ده كله بسبب الكلى، لان بتبقى ضغطة المية بتضغط على الكلى بتضغط على ما بت... بتضغط على القلب وعلى الرئتين، بيقلل نسبة ان هو ياخد الهواء الكافي، فبتحصل الصرخة دي. عموما كده ان شاء الله باذن الله نكون يا رب لمينا على الموضوع كله بشكل بسيط وسريع، ونكون فدناكم في حلقه النهارده. ربنا ييسر الامور ان شاء الله باذن الله، وانتظرونا في حلقات جايه هنتكلم عن امراض كتير واسبابها وعلاجها ان شاء الله باذن الله تعالى.